في قلب القصر الملكي خلال أيام الأسرة الثانية عشرة، ولدت الملكة خانوميت نيفيريت، واحدة من الأميرات النبيلات في عصر الملك سنوسرة الثاني. لم تكن فقط أميرة جميلة، بل كانت رمزاً للرقي والذوق. عرفت بجمالها الهادئ وعقلها الراجح. كانت خانوميت نيفيريت تمتاز بملامح مصرية أصيلة، بشرة فاتحة كبنات النخبة المصرية في ذلك العصر، وجه مستدير، عيون لوزية واسعة، أنف مستقيم، وشفاه دقيقة مرسومة بلطافة. كانت تمشي بين الجدران المزخرفة للقصر كأنها لوحة فنية حية، تفيض أنوثة ورقة. لم يعرف عن خانوميت نيفيريت أنها حكمت مصر، لكنها كانت واحدة من أهم السيدات الملكيات، ودفنت في مقبرة فخمة بالقرب من هرم الملك سنوسرة الثاني في الهون، مما يدل على مكانتها الكبيرة داخل العائلة المالكة. ما يميزها ليس فقط نسبها، بل الكنوز التي عثر عليها في مقبرتها. مجوهرات مذهلة من الذهب والأحجار الكريمة، تدل على الذوق الرفيع والحضارة المتقدمة. ومن بينها قلادات وخواتم والتيجان، كل قطعة منها تحكي عن ملكة تعيش الجمال والكرامة بطابع مصري خالص. رغم مرور آلاف السنين، لا تزال صورها تروي حكاية امرأة كانت تمثل الأناقة الملكية والنبل الهادئ، وتحمل في ملامحها ذلك الجمال المصري النقي، وبشرتها الفاتحة المشرقة التي كانت تعكس نور الشمس والنيل.